بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق تمرة. يعني اتقوا الله ولو بشق تمرة، يعني شق التمرة. لو تتصدق بشق تمرة، فهذا الله سبحانه وتعالى يرزقك بالصدقة، ويرزقك بالتصدق ولو بشق تمرة. فيجب على الإنسان أنه يتصدق، خاصة في هذه الأيام الصعبة الذي تمر على الناس، الله أعلم بحالهم. فالصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، والصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا. فاتقوا الله ولو بشق تمر. فيجب على كل مسلم ينظر إلى حال العباد، وخاصة في هذه الأيام الصعبة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لموضوع الحالة الرياضية الذي لا يخفى على أحد، الوضع الرياضي والفتن التي تحدث في هذه الأيام، والفتن بين الشعب وبعضه في الرياضة. ومن قبل قلنا إن دي رياضة، ورياضة أخلاق، وفي الأول وفي الآخر دي رياضة، ومش محتاجة الكراهية ولا الحقد اللي بين الناس. فمش عارفين يعني بصراحة لإمتى هي الناس هتثير الفتن بين الشعوب وبعضها. يعني اللي حصل بين حسين الشحات والشيبة، عملوا له ضجة كبيرة جدا، وهيعملوا خصومة بين شعب مصر والشعب المغربي على أساس يعني حدث حصل وخطأ من بين 2 لعيبة. فما يجبش إن هو أصلا يوصل الفتن، وإنتم مش هتستفادوا حاجة لما تسيروا الفتن بين الشعوب وبعضها. ودي في الأول وفي الآخر قلنا إنها رياضة، وما تنفعش يحصل فتن بين الناس وبعضها. طبعا الحدث الأكبر المعزول مرتضى منصور، هو ترك نادي الزمالك، تركه نهائي. كان بيقول إن هو يقدم استقالته. طبعا تقدم استقالتك إزاي وأنت أصلا معزول بحكم المحكمة إن أنت راجل معزول؟ فطبعا يا ريت إنك أنت تبعد على الرياضة خالص، لأن ده أولا مش مجالك، والشعوذة والكلام اللي أنت بتتكلم فيه دون بيكره الناس في بعضها، هيخلي جماهير الأهلي وجماهير الزمالك وبقية الجماهير تبقى تحصل بينهم فتن ومشقة، يعني يبقى في شقاق بينهم وبين بعض. فيا ريت انك انت تبعد عن المجال ده خالص وتسيبه لأهل التخصص. ويا ريت نادي الزمالك بقى بصراحة، يعني ما تزعلوش مني يا زملكاوية، نادي الزمالك ينضف ويطهر من مثل هذه الشرذمة. وطبعا ابعدوا خالص خالد الغندور عن قناة الزمالك، ابعدوا جمال عبد الحميد، وابعدوا طارق يحيى، الناس اللي هي اللي بتعمل فتن بين الأندية وبعضها، وبين الجماهير وبعضها. فمش محتاجين يحصل فيه احتقان أكتر من كده. اليوم كان في ماتش الزمالك والنصر السعودي، وحصل خروج الزمالك من البطولة، تعادل النصر السعودي مع الزمالك 1-1، وخروج الزمالك من بطولة
من البطولة العربية. طبعا هارد لك للزمالك، وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل ليكم. بس يا ريت بدون شقاق وبدون فتن، وخلاص يعني عيدوا ترتيب الأوراق، وكل واحد فعلا زي ما بيقولوا يبص في ورقته، ويبص لمصلحة ناديه، ويبص هو محتاج ايه وعايز ايه. وطبعا في الاول وفي الاخر ان دي رياضة، وكل ما يكون مستوى الأندية مرتفع وكويس، كل ما يكون افضل لمنتخب مصر وباسم مصر في الرياضة، فيكون افضل. وهارد لك مرة تانية ليكم الخروج من البطولة العربية. نرجع للماتش الأهم، وهو كأس مصر بين الأهلي والمصري. بصراحة يعني برغم فوز الأهلي 2-1، بس بصراحة انتوا مش كويسين يعني. بصراحة المستوى بتاعكم والتساهل والتسيب والتهاون بصراحة محدش يقبله، ان انتوا اصلا اسلوب اللعب يبقى بالطريقة دي. يعني مش كل، يعني احنا بنبصش انك انت تغلب ازاي قد ما بنبص مستواك يبقى ازاي. يعني احنا عايزين اغلب وكل حاجة، بس بمستوى نظيف يعني، ومستوى كويس، ما يبقاش فيه بطء في الاداء، وما يكونش فيه تهاون بين الدفاع. لان مروان حمدي كان هو اللي بيلعب الاهلي، مش المصري اللي بيلعب الاهلي. مروان حمدي لوحده هو اللي كان بيلعب الاهلي. فعيب جدا ان لو ما كانش ضربة الجزاء بتاعت حسين الشحات جت وحطها معلول، كان الاهلي خرج من كاس مصر، وكانت هتبقى فضيحة، وهيبقى في تحفيل جامد قوي من الفرق كتير جدا اللي هي يعني منتظرة الأهلي يبقى يقع، ويبقى فيه خسارة. لأني أصلا الأهلي يعني بصراحة يعني هم مش قادرين عليه، ومش قادرين يعني يوقفوه، فهم منتظرين اي فرقه توقفه. فكان النهارده فرصتهم انه هو المصري يطلع الاهلي من الكاس، ويبتدي التحفيل على الاهلي والتريقه على جمهور الاهلي وكده. فارجو منكم ومن كولر ان يبص للاخطاء، كل ماتش كده يبص للاخطاء، لان انت عندك اصلا مشكله ان في مطوشه جامده جدا جايه. ماتش السوبر، عندك انت ماتش انبي اللي جاي في الكاس، وعندك بعد كده عندك كاس السوبر، وبعد كده عندك كاس العالم. فانت هتبقى بالمستوى دون وتضيع على طول، ويبقى مشكلة انك انت ما بتعرفش تخلص. والنهارده كان كهربا علامة استفهام عليه، ان هو اصلا يعني مش في وضعه، مش عارف ليه يعني. انت كنت اصلا نايم في منطقة الجزاء بتاعة المصري، ما كانش فيه اي ايجابيات منك، ما شفناكش النهارده، ما سمعناش اسم كهربا كتير. فمش عارفين يعني بصراحة ايه اللي حصل يعني. وانا ليا تحفظ على خالد عبد الفتاح بصراحة، مش عارف. خالد عبد الفتاح برضو اقولها مرة واتنين، خالد عبد الفتاح مش هو المستوى اللي يليق بمدافع في الاهلي. يعني كولر كان بيتكلم ان سعد سمير ما يرجعش، على اساس ان سعد سمير مستواه ما يجيبش مدافعين الاهلي، بل بالعكس، ان انا شايف ان سعد سمير افضل من خالد عبد الفتاح بصراحة يعني. بصراحة يعني، وربنا يرجع اكرم توفيق ويرجعه بالسلامة ان شاء الله بإذن الله، وكريم فؤاد يرجعوا بالسلامة ان شاء الله بإذن الله، على اساس ان احنا ما نحسش بالكلام دون. ويرجع متولي وياسر، على اساس ان احنا ان شاء الله بإذن الله ما نحسش بالكلام ده، ونأمل اللي جاي يكون افضل ان شاء الله بإذن الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.